من أحلى وألذ وأطعم أنواع الحلويات الشرقية اللي موجودة عند كل الحلوانية الموجودين في اسكندرية ومشهورة بيه اسكندرية جدا هي البسيمة الاسكندراني. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة، تعملوا لي لايك وشير. هننزل بتلت كوباية معيارية من السمنة في الكسرولة بتاعتنا ونسيحها على النار. أنا هستخدم الكوبايات المعيارية في كل الوصفة دي. عندنا ربع كيلو من جوز الهند، هننزل عليه بنص كوباية من الدقيق وكوباية إلا ربع من سميد البسبوسة، ونقلبهم حلو قوي مع بعض، وننزل عليهم بالسمنة اللي احنا سيحناها ونقلب كويس قوي لحد ما كل ذرات المواد الكافة تتغلف بخليط السمنة. هننزل ب3 معالق كبيرة من عسل الجلوكوز، عليهم نص كوباية من اللبن وكوباية الا ربع من السكر، ونرفعهم على النار لحد ما السكر وعسل الجلوكوز يدوبوا، نسيبهم يبردوا. بعدين هنعجن بيهم المقادير الجافة لحد ما نوصل للقوام ده ان احنا لو ضغطنا عليها بتبقى متماسكة. عندنا صينية مقاس 30 هندهنها حلو قوي بالسمنة، وهننزل عليها بالخليط بتاعنا ونسوي السطح كويس جدا، او ممكن نبل ايدنا خفيف بالمية عشان نسوي السطح، او نسويه كده بالمردانة زي ما انا بعمل. وبضرب المعلقة هنساوي الاطراف ونتأكد ان اتساوت بالشكل ده. هدخلها التلاجة لمدة نص ساعة واطلعها ادخلها فرن سابقة تسخينه 180 درجة لمدة نص ساعة لحد ما وشها يحمر. وهبدأ اعمل الشربات. كوباية سكر عليها نص كوباية مية وتمن كوباية مية. أنا استخدمت في كل الوصفة بتاعتي الكوبايات المعيارية الموجودة في كل بيت. وهنزل عليهم بمعلقة من عصير الليمون ومعلقة عسل الجلوكوز، وارفعهم على النار لما يغلوا. أسيبهم يغلوا لمدة 5 دقايق وأطفي عليه وأسيبه لما يبقى دافي. هكون طلعت البسيمة بتاعتي من الفرن واحمرت، هسقط عليها الشربات بتاعي وأغطيها عشان تشربه وتطلع بالشكل التحفة الجميل ده، اللي مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها جميلة، قد ايه طعمها متميز جدا جدا. يعني بجد بجد هي ملكة الحلويات الشرقية في اسكندرية، ولهم حق الاسكندرانية يتميزوا بيها. يعني طعمها حلو قوي. وهي لازم تكون لزجة وبتمط بالمنظر ده، وهي دي البسيمة اللي حقيقي ناجحة. مش قادرة اقول لكم هي طعمها قد ايه تحفة وجميلة. اتمنى لو عجبتكم وصفة النهاردة انكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وبالهلا.